بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح السعادة وسكر الزيادة على أحلى أخوات ومتابعين. رمضان كريم يا ولاد، كل سنة وأنتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم بالخير دايما يا رب. النهاردة هنحضر مع بعض فطار تاني يوم من رمضان، كل سنة وأنتم طيبين يا رب. طبعا أنا قمت النهاردة متأخر من النوم، ما فضلش غير ساعة واحدة كده على المغرب، فقمت أجري أعمل الفطار بسرعة بدل ما أهل البيت هم اللي يجروا ورايا. طبعا رحت عند الفريزر، طلعت هنا كيس برتقان بالجزر هعمله. أنا طبعا مش هلحق أبل تمر ولا حاجة، وكنت مطلعة من ساعة السحور هنا فرخة هي صغيرة كده، وسبتها كده في المية تفك من التلج، وبعد كده احط عليها المحلول ناقع ايه للزفارة. طب هنعمل جنب منه ايه؟ طبعا احنا عارفين ان تاني يوم بيبقى اي بواقي اكل من اليوم الاولاني بنحب ناكله طبعا، ما نرموهوش خسارة، فاحنا بنصحصحه كده ونفوقه ونعمل فيه اي اكلة تانية جنب منها. يعني مثلا انا هعمل هنا شوية ملوخية ناشفة، شوية لسان العصفور، المهم نلم الدنيا تاني يوم. خسارة لما نرمي الاكل اللي يتبقى منك. طب انت كنت مطلعه، انا كان عندي هنا دقيقة محشي زي ما انت شايفة كده، بس هي كانت نية. طب انت مغطياها ليه في قلب التلاجة بورق الكرنب؟ خايفة عليها تسقع ولا حاجة ولا ايه؟ لا طبعا، لما تكوني انت حاشية محشي مثلا وهيقعد عندك يوم او اتنين في التلاجة، لو انت سبتيه كده من غير ما تغطيه كده بورقة الكرنب، ما تغطوش بغطا الحلة عشان ما يحمضش منك او ينزل المية، بتلاقي الطبق السطر الاولاني لونه اسمر او اسود معاكي. فانت لما تكوني حاطاه او مغطياه بورقة الكرنب كده الخضراء، بيفضل معاك ابيض واكنك لسه حاشيه دلوقتي حالا. جربها كده بالطريقه دي، عشان في ناس بتشتكي تقول لك انا بحشي الكرنب المحشي واحط الحله في الثلاجه، والاقي السطر الاولاني كده اسمر معايا. لا، ابقوا غطيه بورقه مسلوقه كده من الكرنب، وان شاء الله ما عمره ما هيسمر معاك. طب انا غسلت الفرخه وشطفتها كويس. بعمل لها ايه دلوقتي؟ انا بحب ادعك الفراخ او افتح يا احمد البط او الباب. الحمام قبل ما اسلقه. معايا هنا بصلايه وعليها شويه ملح وشويه فلفل اسود. اللهم صل على النبي، بتبقى حلوه قوي قوي وبتفرق في الطعم قوي قوي. بصراحه لما تجربي تعمليها كده، اللي انت تدعكي الطيور ثواني يا بتاعتك محمد. بالبصليه النيه دي بالملح والفلفل الاسود، الفلفل الاسود بيدي لها طعم وريحه حلو. انا بحب اكتف الفراخ، بس الفرخه ابدا لازم تفك رجلها من بعد، وما هيش راضيه ابدا ان هي تتربط مع بعض. مصممه، حاسه ان رجلها طلعت قصيره والله، كل ما اجي اربطها او اكتفها الاقيها تتفك، مش عارفه ليه. حتى وانا بشوحها دلوقتي معاك هتلاقي رجلها برضو اتفكت، هي مصممه. جبت هنا حله بقى على النار، تبليها بالبصل والملح والفلفل الاسود كده، دعكهم كويس، وسيبها بتاع حوالي 10 دقايق. بتفرق في طعم، تيجي تاكلي الفرخه تلاقيها زي السكر، سكر كده بجد بصراحه. جبت هنا حته سمنه بلدي، هبدا انزل اشوح الفرخه من كل ناحيه من كل الجهات واقلبها. ما عندكيش سمنه بلدي تقدري تشوحي الفرخه كده عادي من غير اي سمنه خالص، برضه الطريقه دي بتبقى حلوه قوي. والصدمه دي بتخلي لك طعم الفراخ حلو. حاجات بسيطه وتركات بسيطه في الاكل، بس بتفرق في نفس الاكل وطعم. شايفين برضو فكت رجليه، مفيش فايده برضو. اعمل ايه فيها؟ خلاص انا شوحت كده الفرخه كلها من كل الناحيه. تعالي بقى نشوف هنطعمها ازاي ونطعم الشوربه بتاعتنا. رشه فلفل اسود، طماطمايه، جزرايه، بصلايه، يا اختي الحاجات دي بتطعم لك طعم الاكل. اوعي تغلي الميه وتنزلي بالفرخه كده على طول، لا شوحيها. لما تشوحيها كده هتدوقيها كده احسن اكل ان شاء الله. معايا هنا فصين من الحبهان، ببدا افتحهم. وبعد كده هنعمل ايه في الفرخه الحلوه الحاجه بتاعتنا ديت؟ هغطي عليها وهدي عليها النار واسيبها بتاع حوالي 10 دقايق، بتنزل كل البهاريز. واخده بالك انت من كل البهاريز؟ ايوه. خلاص كده بعد كده اقوم ايه معليه عليها النار. اه يا اختي، ده انا نسيت الملح. معلش كنت صايمه. بعد كده هقوم ايه نازله ايه ومستعجله والله. هقوم نازله بالميه. الميه عموما على اي طيور لازم تكون مغطياها بالزياده، ماشي، عشان خاطر تستوي وما تعملش دم في المكان اللي هو ما فيش فيه ميه. وقلبت الفرخه كده على صدرها عشان يستوي بقى لان الصدر بياخد ايه تسويه اكتر. ولو في اي ريم كده بيطلع او اي حاجه رغاوه على الشوربه، بتبدا ايه طبعا تشيلها زي ما انت شايفه كده. خليكي ست شاطره وجنني كل بنظافتك وشطارتك وطعم اكلك. حاجات بسيطه هتعمليها في الاكل بس هيفرق معاكي في الطعم. تعالي بقى نعمل شويه ملوخيه خضراء على طريقه زمان، على طريقه خالتي الله يرحمها بجد. شويه ملوخيه كده ايه، سكر بجد، مش هتشبعي منهم. احنا بنحب ناكل يا جماعه عندنا هنا الملوخيه الناشفه. يعني مش عارفه في ناس زينا ولا انا ما بنحبش الخضراء قد كده، او ما فيش حد عندنا غاوي كده الملوخيه الايه الخضراء. نزلت بشويه زيت حلوين كده. معايا هنا 3 فصوص من الثوم، مش بكتر الثوم فيها طبعا. ببدا كده اصفره الاول، بس نزلت عليه بتاع حوالي نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. والله يخت على الريحه بقى، ريحه التوم بالكزبره كده وانت بتحمصيه كده، او انت بتحمريه، ما اقولكيش على ريحته. ريحته كده طالعه من باب الشقه. الله، شامين الريحه، كان نفسي تشمي الريحه والله معايا. يلا ما تنسينيش في اللايك، ولاول مره تشوفي القناه اشتركي في القناه، وقولي لي انت بتابعيني من اي بلد. واي سؤال انت عايزه تعرفيه اكتبي لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكي باذن الله تعالى.
خلاص كده انا كده حمرت التومه. ما تحمريش التومه ولا تغمقيها، يا دوب تصفريها، لان انت لو حمرت التومه او غمقتيها بتمرر الاكل في اي اكل انت بتضيفي فيه توم. خلي التوم لونه اصفر كده ذهبي. معايا هنا حبايتين من الطماطم، فرمتهم كده في قلب شفشق الخلاط. والمعلقه اللي نزلت بيها دي معلقه سكر. ايوه انا بضيف معلقه سكر صغيره في قلب التسبيكه كده بتاعه الملوخيه. بحب اضيف معلقه سكر كده في اي اكل انا بعمله، مكرونه، ملوخيه، محشي. بتظبط لك طعم الاكل كده وبتخليه لك طعم قوي. هديت النار على الطماطم وسبتها تتسبك. وبعد كده انا معايا هنا شويه شوربه من بتوع امبارح. ما احنا قلنا اي اكل كده من بتاع امبارح بنبدأ نعمله ايه، نخليها عندنا في التلاجة. سبتها تغلي، وبعد ما الطماطم اتسبكت نزلت عليها بشوية الشوربة. طبعا نعم. انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. وبعد كده انا معايا هنا الملوخية الناشفة. طبعا هي معاك. ملهاش مقدار، انت ثواني مش هعرف بتضيفي اسيب شوية الاكل. بشوية لغاية لما توصلي للقوام اللي هو المطلوب بتاع الملوخية. يعني يستحسن ولا تعمليها خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، وبتخليها وسط، لان خلي بالك لما بتبرد بتتقل معاكي. بنضيف شوية بشوية ونقلب ونشوف كده، اذا كانت خفيفة بنزود، اذا كانت تقلت معاكي بتزودها شوية شوربة. وما تخليهاش تقيله قوي معاكي، زي ما قلت لك هي لما بتبرد بتتقل معاكي. الله على الملوخيه، ما اقولكيش الملوخيه ريحتها في منتهى الجمال. جربيها تعمليها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. ثواني يا ابني. هظبط بقى الملح وشويه شطه كده، واقلب بقى الملوخيه كده ومش هغطيها واركنها كده على جنب. يبقى احنا كده سوينا الفرخه وعملنا مع بعض الملوخيه، يا تكات ويا حركات. تعالي بقى نشوف، شامين ريحه الاكل الخراشي، ريحه الاكل في منتهى الجمال. كده جهزنا الحاجه. على فكره انا خلصت الاكل دون يعني في اقل من ساعه الا ربع، بجد خلصته وانجزته بسرعه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعالي هنا بقى معايا هنا البرتقال بالجزر. عايزه اقول لك ان طعمه يخت احسن من ايه. شفت بقى معلش انا مستعجله والحاجه وقعت مني، بس احنا هنصلح كل دون. احسن من قمر الدين. مفيد ومغذي وحلو قوي قوي قوي. وتعملي الحاجات دي في البيت، ما يكونش عندك تمر قمر الدين غالي ما انتش عارفه تجيبيه. الحاجات دي كلها بتنفع وحلوه قوي في الصيام. جبت هنا معايا هنا، اللهم صل على النبي، دي ايه يا ربي، العصير معانا هنا البرتقال بالجزر. انا كنت عاملاه، لو عايزه الطريقه اكتبي لي في التعليقات وانا اقول لك ازاي. هنزوده ميه، هنزود كوبايه من السكر. اي معيار عصير هتعمليه شفشق زي كده بياخد مقدار من السكر، كوبايه من السكر. لان في ناس كتير بتقول احنا صايمين وما بنعرفش كان عايز سكر ولا لا. فانت لما تعملي شفشق زي ده، شفشق زي دون، بياخد معاكي كوبايه من السكر وبيطلع مظبوط. اذا كنت بقى صايمه او فتره يعني في الايام العاديه او في الصيام، لان في ناس بيقولوا احنا بنبقى في الصيام مش عارفين السكر. احنا في الايام العاديه بنحطه وبندوق، لو عايز خلاص. لا، هو مقدار الشفشق العصير دون بياخد كوبايه من السكر، اذا كان مانجا او فراوله أي حاجه. خلصت وانجزت. وشوفي المحشي بتاعنا مفلفل وجميل ولونه احمر ازاي، والعصير منور ازاي، وشويه الملوخيه الناشفه. الله الله الله. وحمرت الفرخه ونسيت اقول لكم ان انا عملت لهم حلو كمان، الكنافه. شفت بقى انا خلصت ازاي، ولسان العصفور. يا رب ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. ودي كان فطار تاني يوم، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، والسلام عليكم.